بيبدأ الفيلم ببنت اسمها سابينا اللي بتكون من ضمن مجموعة بنات بيعملوا عمليات خاصة واسمهم ملائكة تشارلي. وبتكون سابينا هي وباقي ملائكة تشارلي بيحاولوا يرجعوا فلوس سرقة واحد اسمه جوني، وبتحاول سابينا تخنقه وتلف الستارة على رقبته. وبتوصل جين وباقي البنات اللي هيساعدوها في المهمة وبيضربوا معاها باقي رجالة جوني. وتوصل جين للمحاسب وتخليه يفتح الخزنة ويفضيها في شنطة. في الوقت ده بيوصل بوزلي اللي البنات شغالة معاه ويسألهم بوزلي عن جوني، وتكون سابينا رابطاه ومغطية وشه، ويقول بوزلي انه هيسلم جوني للشرطة وتمشي جين وسابينا وباقي البنات. وبعد سنة في ألمانيا بتكون إيلينا اخترعت جهاز لتوليد الطاقة اسمه كاليستو، وبيكون في اجتماع بين إيلينا وبيتر فيلمينج مدير الشركة. وتقول إيلينا الفيلمينج إن الكاليستو ممكن يسبب أضرار أثناء استخدامه أو يتم استخدامه بشكل سيء كسلاح. وتقول له إيلينا كمان إنها عايزة تعمل تعديل في برمجة الجهاز عشان ما يأذيش حد. فيتهرب فيلمينج منها ويقول لها انهم شغالين على الكاليستو من 5 سنين وهيسوقوه على كده وانه امن وجاهز، وده اللي هيقولوه لمستر بروج اللي هيشتري الاختراع منهم. ويطلب فيلمينج من إيلينا انها ما تقولش حاجه لمستر بروج وما تفتحش الموضوع ده تاني. ولما تخرج إيلينا من عند فيلمينج بتديها السكرتيره كارت وبتقول لها انه وقع منها، وبيكون الكارت لوكاله تاونسند اللي صاحبها تشارلي. وفي امريكا بيوصل بوزلي لوكاله تاونسند وبيكونوا مجهزين لبوزلي حفله تقاعد، ويكون بوزلي بقاله 40 سنه بيدرب البنات عشان يقدروا يقوموا بعمليات خاصه. ويكلم بوزلي باقي المديرين في الوكاله ويقول لهم يخلي بالهم من البنات. ويتكلم تشارلي مع بوزلي عن طريق جهاز الميكروفون، ويكون تشارلي باعت ساعه لبوزلي ويقول له ان دي هديه منه بمناسبه تقاعده. وبيشرب بوزلي وباقي المديرين مشروب احتفالا منهم بتقاعده. وبعد كده بيكون ادجار اللي بقى مسؤول بعد بوزلي بيمرن جين، وتيجي سابينا ويقول لهم يحضروا نفسهم عشان في مهمه ليهم في المانيا. وبتروح إيلينا تقابل ادجار في مطعم في المانيا، وبتكون جين متنكره في هيئه الجرسون اللي شغاله في المطعم. وبتكون سابينا بتراقب المطعم من مكان عالي وتدي إيلينا ادجار فلاش عليها كل تقاريرها بخصوص جهاز الكاليستو وتطلب مساعدتهم عشان الكاليستو ما يقعش في ايد شريره. وبتلاحظ جين ان في شخص بيراقب ادجار وإيلينا، فتدي جين اشاره لادجار وسابينا، فيرفع الراجل اللي بيراقبهم اللي اسمه هودك سلاحه على جين ويضربها، فتوقع جين من ايد المسدس وتشتبك معاه. ويحاول هودك يوصل للمسدس وبتحاول جين انها تمنعه، ولما بيوصل هودك للمسدس بيكون مسدس جين وما بيشتغلش غير بمصمتها. في الوقت ده بيوصل ادجار بعربيه فتنط جين من شباك المطعم وتركب جين العربيه مع ادجار وإيلينا، ويركب هودك عربيته ويبدا يطارد عربيه ادجار، ويطلع هودك مدفع من العربيه ويضرب النار على ادجار والبنات. فتقف جين في العربيه وتضرب على هودك نار، وتستمر المطارده بينهم لغايه لما تقدر جين انها تضرب نار على عجل عربيه هودك. وبيكون ادجار اتضرب بالنار في ظهره، فيجي هودك بعربيته ويخبط عربيه ادجار والبنات ويوقعهم في الميه. وتنزل جين وتحاول تنقذ ادجار وإيلينا، وتيجي سابينا وتخبط هودك بموتوسيكل فيفجر هودك جنبها عربيته فتقع سابينا على الارض. وبتقدر جين انها تنقذ إيلينا من تحت الميه، وبيكون ادجار مات بسبب الطلقه اللي جت في ظهره.